في ناس صحيت لقت وشم على جسمها وما افتكرتش امتى عملته. الوشم ده مش بيرسموه لك، هو اللي بيختارك. وفي ناس أول ما بيظهر عندها بتختفي. في حي شعبي قديم في شارع ضيق ما بتوصلوش الشمس غير ساعة واحدة في اليوم، كان في محل صغير مكتوب عليه بالخط اليدوي فن الوشم أسامة. المكان من بره عادي جدا، لكن أي حد كان بيدخله ما كانش بيخرج زي ما دخل. أسامة ما كانش فنان عادي، كان بيختار الزبون قبل ما يشتغل، يبصله شوية ويسكت كأنه بيسمع حاجة محدش سمعها، وبعدها يقول كلمة واحدة: ينفع. كان عنده كوباية صغيرة دايما مقفولة بغطا حديد، محدش شاف اللي جواها، لكن أول ما يفتحها تطلع ريحة غريبة، مش حبر، حاجة كأنها اتحرقت من زمان. أول ما الإبرة تلمس الجلد في الأول بيبقى وجع عادي، لكن بعد شوية الإحساس ده يتغير، يبقى كأن في حاجة بتدخل جواك، مش مجرد وشم، حاجة أعمق بكتير. أول واحد اختفى كان مازن، شاب عنده 25 سنة، عمل وشم أسد على دراعه عشان يبقى قوي. بعد شهرين بدأ يحلم كل ليلة إنه واقف في ضلمة وحاسس إن في حد وراه قريب جدا، لدرجة إنه حاسس بنفسه على رقبته، لكن كل ما يلف مفيش حد. كل ليلة نفس الحلم، لحد ما بقى يحس بيه وهو صاحي. يقف قدام المراية ويبص على دراعه، يلاقي الأسد واقف ساكن، لكن عينيه بتلمع بطريقة مش طبيعية، ومش بصة مع اتجاه جسمه، لأ، كأنها بتبص على حاجة وراه. مازن بدأ يخاف، بقى يغطي الوشم، لكن كل ما يغطيه يحس إنه بيتحرك تحته. وفي يوم صحي لقى نفسه واقف قدام المراية من غير ما يفتكر إنه قام، وكان بيحك الوشم بإيده، في الأول بهدوء وبعدها بعنف، لحد ما الجلد اتجرح، لكن الدم منزلش، اختفى كأن الوشم شربه. بعدها مازن اختفى. آخر مرة اتشاف فيها كان واقف قدام المراية وكأنه مستني حاجة تحصل. وبعده شيرين، بنت عندها 19 سنة، عملت وشم وردة صغيرة على كتفها عشان شكلها يبقى أجمل. في الأول كانت مبسوطة، لكن بعد أسبوع الوردة بدأت تكبر، مش جلدها، لأ، الرسمة نفسها. البتلات بدأت تفتح واحدة واحدة، كأنها حقيقية، كأنها بتنفس تحت جلدها. ومع الوقت بدأت تتحرك، كل يوم اتجاهها يتغير، لكن دايما تبص ناحية واحدة. شيرين قررت تمشي وراها، خرجت من البيت ومشيت في الشوارع لحد ما وصلت لزقاق ضيق في آخره باب حديد قديم. أول ما وقفت قدامه حست إن كتفها بيتحرك بعنف، الوردة نفسها بقت بتخبط كأنها عايزة الباب يتفتح. وفي اللحظة دي سمعت صوت، مش من بره، من جواها، صوت بيقول: افتحي. شيرين خافت ورجعت، لكن من يومها ما بقتش زي الأول، بقت ساكتة بتبص في الفراغ كأنها مستنية حاجة. وبعد أيام اختفت زي مازن بالظبط. أوضتها كانت زي ما هي، بس المراية مكسورة وإيديها فيها جروح، كأنها حاولت تشيل الوشم بنفسها. لكن الصدمة إن الوردة ما كانتش على كتفها، كانت على وشها، وردة كبيرة متفتحة على خدها، وعيونها مفتوحة ساكنة، لكن جسمها اختفى. أختها قالت إنها شافت الوردة بتتحرك والبتلات بتقفل، كأنها مستنية حد تاني. بعدها القضية وصلت لمحقق اسمه عادل. عادل ما كانش بيؤمن بالكلام ده، لكن لما لقى كل المختفين عاملين وشم عند نفس الشخص قرر يدور. وصل لمحل أسامة، لقاه مقفول، فسأل لحد ما وصل لبيته. دخل لقى أوضة واحدة مقفولة، كسر الباب ودخل. الحيطان كلها كانت مرسوم عليها وشوم، بس مش بشرية، عيون، أفواه، أشكال غريبة. وفي النص كانت الكوباية الحديد، فتحها، مش حبر، بودرة سودة ريحتها حرق، والتحليل أكد إنها بقايا بشر. رجع البيت، وفي الطريق لاحظ نقطة سودة صغيرة في دراعه،
تاني يوم كبرت، بعدها كبرت أكتر لحد ما بدأت تاخد شكل وش بيصرخ. وفي نص الليل سمع صوت مش من بره، من جلده بيهمس جه. ومن ساعتها عادل اختفى هو كمان. ومن يومها الناس بدأت تلاحظ حاجة أخطر، وشوم بتظهر لوحدها، نقطة سودة تكبر تتحول تتحرك. وفي ناس بدأت تسمع نفس الصوت، صوت بينادي عليهم باسمهم. دلوقتي لو صحيت في يوم ولقيت نقطة سودة على دراعك مش فاكر امتى ظهرت، هتعمل ايه؟ هتسيبها ولا هتحاول تمسحها قبل ما تكبر؟